هذه إذاعة إرنا. مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أرحب بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 9 من سبتمبر. كما عودناكم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي متابعة، وفيها يستضيف وضمن فعاليات تغطية إذاعة أرنا للذكرى 59 لبداية الكفاح المسلح للشعب الإريتري أحفاد القائد الشهيد حامد إدريس عواتي. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وإقليم تيغراي. الفيضانات تغرق مدينة طوكر الحدودية السودانية. مدرب المنتخب الإريتري يؤكد بأن المنتخب بحاجة ماسة إلى مباريات ودية دولية. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. بعد صدور تصريح صحفي من ديوان الفيدرالية الإثيوبي والمعروف باسم House of Federation باعتبار أن انتخابات إقليم تيغراي التي تجرى اليوم باطلة وغير دستورية، يتأزم الوضع بين الحكومة الإقليم والحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد. وكان ديوان الفيدرالي قد اجتمع يوم 5 من الشهر الجاري اجتماعا طارئا لمناقشة الانتخابات الإقليمية في تيغراي، وخرج بقراره الذي رفضته حكومة الإقليم، حيث صرح جيتاتشو ردا بأن الانتخابات سوف تجرى في وقتها المحدد بغض النظر عن الضغوط من قبل الحكومة الفيدرالية. وبذلك يكون الخلاف بين الجانبين حول هذه المسألة قد دخل مراحله النهائية، خاصة وأن الحكومة الفيدرالية وبناء على البند 9 من المادة 62 من الدستور تعتبر أن أي إجراء يهدد الفيدرالية والدستور باطلا قانونيا. وسوف نتابع معكم أعزائي المستمعين وعزيزات المستمعات تطورات الأوضاع في إثيوبيا عبر الأخبار والتقارير في برامجنا المقبلة. تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا فاجعة لمدينة طوكر شرقي السودان على الحدود الإريترية، وقد بدت عائمة في المياه من جراء فيضان خور بركة. ووصلت أعداد الأسر العالقة إلى 500 أسرة وانهيار مئات المنازل عقب الارتفاع الكبير في مياه خور بركة الموسمي المنحدر من المرتفعات الإريترية نحو شرق السودان، وذلك حسب ما ذكرت الصحيفة السوداني. وأصدر والي ولاية البحر الأحمر عبد الله الشنقراي يوم الخميس الماضي أمر طوارئ بإعلان المدينة منطقة كوارث طبيعية. وشوهد المئات من السكان في مجموعات مشيا على الأقدام وعلى عربات الكارو واللواري، وقد نزحوا من مدينتهم بعد أن غاصت بما فيها من ممتلكاتهم في المياه. ويشهد السودان موجة فيضانات هي الأسوأ خلال 100 عام من تاريخه، حيث فاقت أضرار فيضان نهر النيل والأنهار الموسمية الأخرى فيضانات عام 1988 الشهيرة. وأصبحت مئات الأسر في العاصمة الخرطوم وسنجا ومناطق أخرى من السودان في العراء بسبب الفيضانات. وأكدت مصادر بأن مياه الفيضانات أصبحت تهدد منطقة البجراوية الشهيرة بآثارها التاريخية القديمة. وأدت الفيضانات حتى الآن إلى مقتل ما يزيد عن 100 شخص وتدمير المئات من المنازل في أنحاء متفرقة من السودان. في تصريح له لموقع اتحاد كرة القدم الإريتري على الشبكة الإلكترونية، قال السيد ألم سجد إفريم مدرب المنتخب الإريتري بأنه لا يمكن معالجة حالة الضعف التي يمر بها المنتخب الوطني دون إجراء مباريات دولية ودية مكثفة لاكتساب الخبرة وتعزيز الاحتكاك. وأشار المدرب إلى أن حالة المنتخب تأثرت كثيرا بوقف النشاط الرياضي في البلاد بسبب وباء كورونا. وأكد بأن هناك حاجة ماسة لتكوين منتخب قوي ومتجانس ومزود بالخبرة الدولية اللازمة. وأوصى المدرب الإريتري اللجنة المنظمة لبطولة سيكافا بتنظيم البطولة بنهاية العام الجاري. ولم يشر المدرب في حديثه إلى حالات الهروب المتكرر للاعبي المنتخب في المشاركات الدولية،
حيث طلب 7 لاعبين حق اللجوء في أوغندا في أثناء مشاركة المنتخب الإريتري في بطولة السيكافا العام الماضي. ويعتبر تخلف المنتخب من المشاركات في المنافسات الدولية والإقليمية بسبب الخوف من هروب اللاعبين هو العامل الأول في ضعف المنتخبات الإريترية في مختلف الفئات العمرية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كانت هذه مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وحكومة إقليم تيغراي. الفيضانات تقرق مدينة طوكر الحدودية السودانية. مدرب المنتخب الإريتري يؤكد بأن المنتخب بحاجة ماسة إلى مباريات ودية دولية. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرينا. أعزائي المستمعين متابعي إذاعة إرينا الدولية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما قلنا لكم يعني احتفالاتنا هذا العام بعيد الثورة في الذكرى 59 مختلف تماما، لأننا حقيقة يعني في إرينا وفي بقية المراصد الإعلامية اللي بنعمل فيها السنة دي احتفينا احتفاء كبير بوجود ذرية من ذرية البطل الشهيد القائد الزعيم عواتي رحمة الله عليه، قائد ومفجر كفاح الشعب الإريتري المسلح. والتقينا طبعا بالدكتور كرار ومجموعة من الرعيل، وأنا اليوم يعني سعادتي ما أقدر أوصفها لما نلتقي بأحفاد الفقيد الشهيد الراحل القائد الزعيم عواتي، ومعانا 4 من أحفاده حيعرفونا أول بأسمائهم، وبعدين حنخش في دردشة عائلية ونسة خفيفة. فتفضلوا، معاكم إذاعة إرينا الدولية من باريس. هذه إذاعة إرينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نحن نتشرف بوجودنا هنا معاكم في إذاعة إرينا الدولية، وحنعرفكم بنفسنا. أنا الحفيدة الكبيرة للشهيد حامد إدريس عواتي. اسمي عائشة كرار عواتي، بنت الدكتور كرار عواتي الكبيرة. بعدين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا، أنا روان كرار عواتي وأنا الثانية. جميل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا اسمي حامد كرار عواتي، أنا الثالث في الترتيب. يا سلام، وأنت حامل اسم عواتي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا أمورة؟ شكرا. أنا اسمي لجين كرار عواتي، أنا أصغر واحدة. يا سلام. طيب أصغر واحدة عمرك كم يا لجين؟ عمري 17 سنة. ما شاء الله، ربنا يخليكم ويحفظكم جميعا. والله يا أخي أنتوا عارفين يعني إنه احتفائنا بعواتي هو احتفاء بالوطن واحتفاء بالتاريخ والشهداء والتضحية وما إلى ذلك. كده نبدأ بسيد الاسم زي ما يقول يعني حامد. نبدأ بحامد مع أنه ليدز فيرس بيقولوا الخواجات، لكن حامد ده لأنه بيحمل اسم خاص. حامد كده بالله اسمك ده يعني ليك شنو؟ والله يعني لنا حاجات كثيرة، يعني لنا الفخر، ويعني لنا العزة، يعني لنا الرمز الكبير اللي حقق لنا الحرية لوطننا، وحقق أماني كثيرة يعني كانت مشولة على أكتافه. وأكيد نشعر بالفخر إنه بحمل الاسم ده، وإن شاء الله نكون على قدر الاسم زي ما بقول. نعم نعم نعم. وطبعا برضو في ست الاسم كمان عائشة، لأنه عائشة اسم حبوبتكم، برضو الاسم ده له معانيه وله رمزيته كده. فعائشة أنت اسمك برضو تحمل اسم الحبوبة صح؟ تماما، أيوة. اسم بالله يعني ليك شنو الاسم ده حبوبتك الله يرحمها؟ يعني ليل كتير، لأنه كمان هو ما بس اسم حبوبتي زوجة الشهيد حامد إدريس عواتي، هو كمان اسم حبوبتي، أم لوالدتي الله يرحمها. الله بالله. أيوة، فالاسم يعني ليل كتير يعني، وأنا بخورة كمان إنه بحمل الاسم دي.
رحمة الله عليها. بذكر الوالدة، والدتكم عائشة، هي من مدينة كرن قال لي دكتور كرار في مقابلتنا معاهم. أيوة والدتنا آسيا. أيوة آسيا رحمة الله. توفت 200؟ توفت سنة 2006 بعد ما جيتوا أسمر بسنتين يعني. أيوة بعد ما جينا. الله يرحمه ويحسن إليها. هي من ناس كرن. أنتوا زرتوا كرن مش كده؟ أيوة مشينا كرن لما مشينا إريتريا. زيارتكم أيوة. كده نخش لأخوتنا روان تتذكر شنو من كرن في زيارتكم لها؟ والله هو نحن لما مشينا إريتريا أنا كان عمري 8 سنوات. فالذكريات اللي عندي لها هي ذكريات أطفال يعني. فبتذكر شوارع كرن، مع إنه كمان ما فضلنا فيها كثير، لكن بتذكر شوية من شوارع كرن. جيرافيوري الدائرة ديك تتذكريها؟ والله دي أنا كل شخص يتكلم عن كرن يقول جيرافيوري، لكن أنا ما عندي ذكرى واضحة عنها. يمكن ما بتذكر بيت جدي. جدي سليمان هو والد الوالدة الله يرحمه. جدك كده ادينا اسمه بالكامل منه؟ سليمان شفا. أيوة رحمة الله عليه. فتتذكر البيت كويس، بيت جدك؟ أيوة فبتذكره كويس. بتذكر لأنه كمان كانت أول مرة أشوف عدد كبير من خيلاني اللي ساكنين في كرن وما حصلت لهم منه. كنت بس أسمع يعني عن أسمائهم، فكانت أول مرة أشوفهم وأقابلهم. فبتذكر إنه في عندي كمان واحدة خالة من خالاتي، هي من عمرنا، فهي دي أكتر واحدة بتذكر لأنه كنت اسمها منو؟ يعني اسمها حبيبة. حبيبة. يا سلام. وين هسه حبيبة؟ حاليا في السودان. في السودان. الله يحفظها. في كسلة ولا في الخرطوم؟ في الخرطوم. أيوة. متواصلين معاها يا روان؟ أيوة عندنا تواصل معها. بالله يسلم عليها كثير. والله يا أخي بيسلموا عليك ناس إيرينا. قول لها كويس. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الله يسلمك. طيب لجين أنت مولودة في دمشق صح؟ أيوة. في تحي مولودة لجين في دمشق؟ في الكسوة. مولودة في الكسوة أنا. كده حدثينا عن دمشق بالله، هسه وذكرياتك فيها. دمشق بالنسبة لي يا سلام. أيوة. هي بلدي الثاني طبعا. فيها كل ذكرياتي، بما أني أنا ولدت هناك لغاية ما بقى عمري 17 سنة وطلعنا منها. عندي أصحابي هناك، مدرستي هناك. درست الابتدائية فين؟ كمان في مدينة الكسوة. الكسوة دي مدينة مش كده؟ ولا حي؟ ريف. هي ريف أو هي زي ريف دمشق. هي يعني كم ساعة أو كم دقيقة من الكسوة لدمشق؟ 20 دقيقة تقريبا. 20 دقيقة يعني ما. أيوة هي جوا. طيب المدرسة اسمها شنو درستي فيها؟ الكسوة الأولى للبنات. أوكي. كانت بنات بس ما مختلطة؟ كانت بس بنات. طيب كده أذكر لنا من صحباتك ومعلماتك اللي افتقدتيهم فعلا يعني. في الابتدائي صراحة ما بتذكر كتير، لكن بتذكر في الثانوي. كويس. في الثانوي كويس. انتقلت لأكثر من مدرسة، تقريبا درست كل 3 سنين في مدرسة. فانتقلت لأربع مدارس، لكن أكثر الأنشطة اللي فعلا بفقدهم والطلاب اللي بفقدهم هم كان في عندي أنسة إنجليزي في الصف السابع اسمها الأنسة أمل. كانت كتير 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 يعني رائعة، من الأنسات اللي فعلا كنت أحبهم. في الثانوي مرت علي كمان أنسة علوم، كانت تدرسنا علوم الأحياء. أنسة دي معلمة يعني؟ معلمة. في سوريا بتقول أنسة. أوكي. أيوة. اسمها المعلمة. طيب. بيان. ديل كانوا يعني أكتر أنستين كنت أحبهم. تتمني ترجعي دمشق هسه يا لجين؟ أيوة طبعا. إن شاء الله ترجعوا له بالسلامة وكده بتاع. طيب نمشي لأختنا عائشة. بنتنا عائشة، أنت طبعا يعني كونكم إريتريين كنتوا تدرسوا في المدارس الرسمية السورية، كان يعرفوكم أنتوا يعني حصل إنه درستوا فترة واحدة في مدرسة واحدة؟ أيوة تقريبا حسين إحنا كلنا في مدارس الكسوة دي درسنا. المدرسة الكسوة الأولى الابتدائية
للبنات دي نحن قرينا فيها. حامد قرا مدرسة الكسوة الابتدائية للبنين. وكنا يعني ما كان في عائلات تانية إريترية في الكسوة. كانوا العائلات الإريترية الموجودين وقت ساكنين في الشام، في دمشق الشام. ونحن كنا ساكنين في مدينة الكسوة، وكنا نحن الإريتريين الوحيدين هناك. وكانت ماما الله يرحمها كان عندها صيدلية في مدينة الكسوة دي نفسها، فهي كمان كانت معروفة كثير هناك في الكسوة. فدرسنا يعني الابتدائي هناك، إعدادي هناك، ثانوي هناك، في يعني مدارس مختلفة لكن كلهم في نفس المنطقة، وتقريبا يعني زي جيلنا كله تنقل مع بعض. تعرف أخت عائشة، أنا ما زرت الشام حقيقة يعني، وللأسف الشديد ما زرت العراق ولا زرت سوريا ولا لبنان. لكن والله يصدق الله يعني يشهد الله إنه أنتوا تقولوا الفيحاء والكسوة ودمشق الشام وكذا، يعني بحزن شديد يعني بأمانة يعني لما ومتأثر جدا يعني، والله ببكي الآن يعني لما حالت إليه دمشق والفيحاء وتلك الأرض الطيبة يعني، والدمار وكذا كويس. لأنه يعني البلاد ديك بلاد غالية على العروبة والإسلام، شفت كيف؟ وبالتالي يعني أسأل الله إنه ربنا يجيب السلام والأمن لتلك المناطق. يعني أنتوا كأبناء عواتي بتدرسوا في الكسوة، كنتوا معروفين إنه أنتوا أحفاد الزعيم عواتي؟ أول شيء بس هعلق حاجة على اللي قلته. فعلا زي ما قلت يعني سوريا سبحان الله يعني كانت دائما البلد اللي يساعد يعني أخوانه البلدان العربية الثانية. وبالنسبة للإريتريين كمان أكيد عنده مكانة كثير غالية بالنسبة للإريتريين، يعني ساعدتهم في ثورتهم، والطلاب وكمية كبيرة من الطلاب الإريتريين كان عندهم منح وقروا هناك، ومنهم بابا وماما يعني. ونحن يعني الحاجة اللي كنا دائما نقولها يعني نحن كثير نحمد ربنا إنه بنينا في بلد سمح لنا إنه نقرأ، يعني تعاملنا نفس معاملة ناس البلد، يعني نفس معاملة الشعب نفسه. قرينا في مدارس بالمجان، تعليم ممتاز يعني سوريا. نعم. بس حسب الفترة دي شوية يعني نزل مستوى الجامعة بسبب الحرب دي نعم. والوضع الحاصل، لكن لسه يعني التعليم زي ما هو. فالحمد لله إنه سنحت لنا الفرصة إنه نكون عايشين في البلد دي، وربنا يبعث له الأمن والسلام. فعلا زي ما قلت شيء يحزن القلب يعني. نعم. سألتني عن أيوة لما كنا في المدرسة كان في كتاب التاسع بتاع التاريخ، وفي كتاب البكالوريا، لكن البكالوريا اللي ناس اللي يقروا القسم الأدبي كانوا في شوية يقروا جد عن جد زيادة. من نحن في الابتدائي معروفين، نحن دائما نقول للناس والله إنه نحن من إريتريا وجدنا شهيد وهو مفجر الثورة الإريترية، ونقول لهم كده يعني الناس فاليوم بتاعت أخذنا الدرس فيه بتاع حامد دريس عواتي ده أول ما يقولوا حامد يعني موجود في المنهج طبعا، ودرس اسمه اسمه شنو؟ الزعيم حامد دريس عواتي؟ هو الدرس كان عن الثورات اللي كانت الحاصلة في أفريقيا. أيوة الثورات في أفريقيا، وكانوا خاتين قسم عن إريتريا، مقطع صغير هو لكن كاتبين فيه إنه عن إريتريا وثورة إريتريا وصورة الشهيد حامد دريس عواتي هو مفجر الثورة الإريترية. فكنتوا بتشعروا باعتزاز والناس يقروا كده؟ نعم. أيوة فخر كثير. جميل. وكان يطلبوا منكم مثلا تقدموا موضوعات تتحدثوا فيها عن إريتريا وعن جدكم والنضال وكده في الجمعيات الأدبية وكده مثلا؟ لا ما كان في عندنا حاجات زي دي. وبتاعت البكالوريا قلتي كان في شنو بالنسبة للقسم الأدبي؟ كمان نفس الشيء في قسم التاريخ بتاعهم، لأنه كمان كانوا قاعد يتكلموا عن الشهيد حامد دريس عواتي وعن ثورات إريتريا. أيوة عن ثورات إريتريا وكده. أيوة جميل. طيب أنتوا الثلاثة بما فيه الوجين كملتوا الثانوية قبل ما تجوا إلى السويد؟
أيوة نحن الأربعة كلنا كملنا. لا لجين ما كملت الثانوية. لجين لأنه 17 ما كملت أكيد. أيوة لجين ما كملتها. صحيح. كانت في السنة الأخيرة بتاعها. يعني خلصت 11 وبس فضل لها كانت آخر سنة وحتى. طيب كده نتكلم مع ابننا حامد. أنتوا درستوا لغات وأنتوا في سوريا؟ لا والله ما درسنا لغات. كنا في المدرسة يعني كان في لغة الإنجليزي لغة فرنسية، ممكن تختار أنت لو عايز. أوكي. وبعدين أيوة يعني ركزنا كثير نحن على الإنجليزي. جميل. طيب حامد كده حدثنا عن أصدقائك وذكرياتك. وكنت بتهوى شنو، الرياضة ولا الموسيقى زي أبوك، ولا برضو قناصة وسلاح وفروسية؟ بتركب الحصان كده زي جدك مثلا؟ لا أظن مرة واحدة ركبت حصان في حياتي وكانت يعني حبيتها، حاجة حلوة كانت. والله عندنا أصحاب كثيرة ويعني نشتاق كثير للحاجات اللي كنا نعملها هناك، وحاجات هناك كلها كنا يعني نشتاق كثير عن جد. الموسيقى أنا ما بحبها كثير زي ما بيحب الوالد. ممكن الواحد كده يدرس شوية يعني مع الموسيقى، بس ما حسيت الحاجة أساسية اللي بحبها أنا. كنا نلعب كورة كثير هناك. بتذكر حياتي كلها أنا يعني كنت ألعب كورة. تلعب في توخانة أخونا حامد؟ خط الوسط بلعب أنا. زول خطير يعني. ما شاء الله. وسط معناه أنت عارف المايسترو بتاعت الفريق يعني. ايوه حاجه زي كده. انا ما يصير. طيب حامد، حصل انضميت لفريق معين غير فريق المدرسه؟ ايوه كنا نلعب في نادي اسمه كان نادي الكسوة. نادي الكسوة كويس. وبس يعني كان ده في قبل بدايه الوضع ده في سوريا زي سنتين كده. بعدين الوضع بدأ فبقى صعب علينا من مسيحيا ان احنا نمشي للمنطقة بتاع النادي ده، فوقفنا يعني كان. لكن عندك ذكريات واهداف. حصل جبت اهداف؟ ايوه. اشهر هدف جبت شنو كده يا عم؟ اشهر هدف؟ ايوه والله ما بعرف. كان له صدى وكده، تقول لهم انا ودعواتي قايلين شنو يعني كده. ما بتذكر حاجة شهيرة، بس بتذكر جول سجلته كان حلو. كانت هي ضربة ركنية. كويس. صاحبي لعبة لي كنت واقف كده قدام منطقة الجزاء كده، فشوتها كده بدون ما اثبتها. لا شوت. دي الشوتات بتاعت ناس برشلونة والجماعة دي، شوت طوالي طايرة كده. ايوه على الهواء كده اديتها صح؟ ايوه على الهواء. ليفت ولا رايت؟ ايوه رايت. معناه انا متخيل هالسينا. يا سلام عليك، شكرا لك يا ابو حميد. طيب لو مشينا لروان، انا عندي احساس انه روان دي بتحب الموسيقى واكثر وحده بتدندن مع ابوها. والله دي ما معلومه، لكن احساس يعني. فاحساسي ده محله وين روان كده؟ قولي لنا يعني قريب ولا بعيد؟ والله بصراحة هو صح، إحساسك في محله. شوف سبحان الله. صح والله، لأنه هي أصلا من البداية يعني حبي للموسيقى هو كان أصلا مصدره من بابا. فهو اللي أول شخص يعني كنت أشوفه يعزف قدامي. كمان لما كنت طفلة هو اللي أول كان عندنا أورج صغير في البيت. فكمان هو كان أول واحد يعني يعلمني. هو ما بيعرف أورج بس يعرف حاجات بسيطة يعني، وأنا كنت أعزف الحاجات البسيطة اللي علمني لها. أيوة اللي هي كانت هوي مرحبا. دي كانت دي كانت أول أغنية، أول وآخر أغنية في الأورج. أوكي. فده كان شيء طبيعي. بعدين إنه لما أنا أبدأ أعزف الموسيقى كانت تكون مصاحبة لبابا يعني. كنت تعزفي معاه؟ بعدين بس بقيت أعزف الجيتار. أيوة حسب شفت إحساسي كيف خطير؟
صح. والله العظيم أنا هسي والله يشهد الله أنا ما بعرف المعلومة دي، لكن بس عندي إحساس ما أنا زول فنان كمان يعني زي أبوكم يعني. ما شاء الله. أها. فحاليا أيوة بعزف، لكن إحنا نعزف بس إنه عزفات جلسات كده في البيت، جلسات عائلية. يعلمني واحدة من الأغاني اللي هو يعزفها، يمسك لي الريزم وأنا بعزف الميلودي، أحيانا بالعكس كده. كويس والله. طيب بالله كده لجين بنتنا يعني أنا داير هسي تدونا كده نشيد جماعي وأنا أخش معاكم، يعني أي دندنة أنتوا تحبوها. ما أعرف إريتريا جارة البحر ولا هوي مرحبا، يعني حاجة كده بتكرروها جماعي، أو أبوكم يقول لكم يا جماعة تعالوا خشوا معي كده. يعني أنتوا عارفين شنو؟ أزي زول يعزف يقوم يتمنى يخشوا معاه كورس كده يعني كورال، فتختاروا لنا شنو؟ طيب ممكن نغني إريتريا جارة البحر؟ جدا بس بميجر مريح كده شوية، الدنيا صباح عندكم. أيوة. وراعوا الميجر بتاعت لجينا. طيب تمام. الميجر حقها إذا مع موسيقى يعني نعزف مع الجيتار. مع الجيتار ممكن تمسكي لنا الجيتار؟ خلاص يلا ثاني أجيبه. جدا جيبيه لنا. طيب لحد ما تجيب لنا الجيتار كده لجين كده يعني تتذكري أناشيد كده كنت بتكرريها مع صحباتك، أناشيد عربية سورية كلماتها كده بس لحد ما تجينا روان وتعزف لنا ونغني إريتريا جارة البحر. أبدا أنا ما علي أبدا في المجال الموسيقي ولا حتى بقدر أغني. لا في الأناشيد المدرسة متذكرة شيء بتاعت المدرسة. خليك من الأناشيد، أدينا النشيد الوطني السوري. والنشيد الوطني السوري والله نشيد قوي، أنا قريت كلماته مرة. يلا. حماك الديار عليكم سلام، أبت أن تذل النفوس الكرام، عرين العروبة بيت حرام، وعرش الشموس حمى لا يضام، وفوق الشآم بروج العلا. يا سلام، نشيد قوي فعلا، نشيد قوي. أنا متذكر كنا نحبه كثير النشيد ده. نشيد أكيد، النشيد السوري والنشيد اليمني والنشيد ديل أكثر أناشيد عربية أنا كان بيهزوا، والنشيد السوداني اللي هو بيقول شنو؟ نحن جند الله جند الوطن، إن دعا الداعي لن نهن، نتحدى الموت عند المحن، نبتغي المجد بأغلى ثمن، إلى آخره. جاتنا أختنا روان؟ جاتنا روان. أيوة. طيب روان دندني عشان نخش معاك وكلنا نخش مع بعض. تمام. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. يا جارة البحر، يا منارة الجنوب، يا جارة البحر، يا منارة الجنوب، عينيك جميلتين، عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا يأتي زحفنا من أقدس الدروب، أقدس الدروب. يا جنة يا جنة عشت بها طفولتي، جنة بها عشت بها طفولتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا أنت يا محية الحروب يا حبتي، إريتريا يا
شجرة البحر يا منارة الشمس أجل عينيك الجميلتين أجل عينيك من أجل عينيك الحزينتين يأتي زحفنا من أقدس الدروب. الأغنية دي تغنى بها مين يجاوب على السؤال ده؟ إنه يغنيها أول من غناها مين من الفنانين الإريتريين؟ ما بعرف والله. إدريس محمد علي الشهيد السجين إدريس محمد علي. والأغنية أنتم عارفين المناسبة دي، الأغنية شاعر سوداني ما إريتري، تخيل. التجاني حاجة كده اسمه كويس، وربنا يديه الصحة والعافية موجود. وإدريس طبعا أنتم عارفين سجين في نظام هيكدف، وهذا النشيد كان هو نشيد لمدارس جهاز التعليم الإريتري في السودان. والله أنا سعدت بكم كثير، بنتنا الحبيبة لجين، وبنتنا الفنانة العازفة روان، وأخونا برضو الرياضي الكبير حامد. شكرا. وأختنا الغالية المايسترو بتاعت الأسرة عايشة، يديكم الصحة والعافية. طيب إحنا حنقيف في الحلقة دي، والناس الماشيين المدرسة حيمشوا وحيواصلوا معانا أخونا حامد وبنتنا عايشة، أليس كذلك؟ نعم. طيب أنا داير كل واحدة تقول كلمة في نهاية هذا البرنامج، ورأيكم شنو في الحلقة كانت كيف؟ نبدأ بعايشة. انبسطت كثير بالجلسة عائلية زي ما قلت، كانت يعني حسينا كأنك قاعد معنا في المجلس بتاعنا. انبسطنا كثير بأنكم عايز توري للناس أحفاد عواتي ويعرفوا عننا ويسمعوا بوجودنا، فشكرا لك تحت الفرصة دي. شكرا لك، شكرا، أنا سعدت بكم كثير والله. طيب أبو حميد، لو عندك أي انتقاد قولوا لنا. والله انتقاد صحيتنا بدري كده والله هي صحيت البدري دي ما بتحب. أنا عارفك ما بتحب صحيان البدور، صح؟ لا ما مشكلة والله. كنا استمتعنا كثير و يعني مبسوطين جدا بأنه نتواصل معك ونتواصل مع الشعب الإريتري من خلال قناتك أنت، يعني مبسوطين أنك تعرف الناس بوجود. الله يخليك يا أبو حميد. شكرا لك كثير. وبعدين أنت عندك لقب، عارف؟ عنجة. أيوه عنجة، أيوه عنجة دي بالله امسك عليها كويس. عنجة كويس. عنجة أنت جدك سول ما سائل والله، رحمة الله عليه. طيب أخوتنا الأرتيست روان كده بالله، الأرتيست دائما هم صريحين، فرأيك شنو في الجلسة دي والحلقات اللي عملناها مع والدك كمان، وكنتوا معانا مشاركين في إريسات وليست إرينا، فقولي لنا حاجة كده بالله. أول حاجة بحب أشكرك على أنك اتحت لنا دي الفرصة الحلوة أن نظهر معك في البرنامج. وأول شيء كمان كان بابا موجود. الحلقات كانت حلوة، عندها طابع عائلي مريح، يعني ما فيها الرسمية الشديدة، التكلف الفظيع يعني. سواء كانت بالنسبة لمقابلاتك مع بابا أو مقابلاتك معنا زي ما قالت عايشة قبلي. حسنا أنك معنا في البيت يعني. كانت اللي حبيت الحمد لله أنه تحت لنا دي الفرصة إنه القناة تذاع في إريتريا. يعني دي الحاجة اللي أنا حبيتها كثير، إنه أهلنا اللي في بلدنا اللي حابين يعرفوا عننا، واللي نحن كمان حابين كثير إنه نكون جزء منهم، يعني نكون معاهم إن شاء الله في يوم من الأيام إن شاء الله حيسمعونا. فده فخر كبير وحاجة يعني نشكرك عليها كثيرا. لا شكر على واجب، والله ده واجبنا تجاهكم العواتي. طيب بنتنا الغالية لجين، انتوا عارفين داير اقول كلمة كده قبل ما ندي لجين. طبعا يعني نحن مهما عملنا ما بنديكم حقكم، وانا ارتب مع ابوكم اخونا حامد دكتور كرار سوري
فتأخر علي مرتين ثلاثة في المقابلة كده بتاع، فدائما بدأ يعتذر لي شديد وكده، ليه إيه الرئيسات يعني؟ فقلت له ما تعتذر يا أخي، أنت ودعواتك، قلت له أعمل فينا زي ما عايز يعني. فقام ضحك، قلت له أنت ما دعوات أعمل فينا زي ما داير، إحنا ما بنقول لك حاجة. هسي كمان والله يعني مهما عملنا يعني إحنا ما بنكون أديناكم جزء من الذي تستحقونه. أنتم مفروض تكونوا في بلاد، لو بلادنا مستقرة مفروض تكون لكم مكانتكم ولكم مكانتكم العلمية. أنا إن شاء الله في الحلقة الجاية حنتكلم عن التخصصات الماشيين فيها، ولكن والله إريتريا كلها بتحبكم وشعبكم كله بيحبكم، وإريتريا لو نطقت كان يعني وشيلكم في عيونه وفي حدقات. لجين تختتمين لنا الحلقة دي بشنو؟ بختم الحلقة بشكر طبعا إنه نحن كنا مع في دي المنصة العالمية، وكنا معك في دي القعدة، مع إنه كانت قصيرة لكن كانت ممتعة، كان فيها ضحك ومزح كمان. فبختتم الحلقة بالشكر. لا يا سلام، شكرا لك، شكرا لكم. هذه إذاعة إرينا. أعزائي المستمعين متابعي إذاعة إرينا الدولية من باريس، دي كانت حلقة خاصة في احتفالات الفاتح من سبتمبر في الذكرى 59، وكنا سعيدين جدا جدا أن نجلس مع أحفاد الزعيم الشهيد القائد عواتي رحمة الله عليه حامد، وكانوا معاكم أحفاد عائشة وحامد وروان ولجين. رحم الله الشهداء ورحم الله الذين رحلوا، وإن شاء الله ربنا يبقيكم ويبقي والدكم دكتور كرار بصحة وعافية إن شاء الله، وإلى المزيد من التقدم. كنت معاكم عمكم أحمد شريف، أسرة عواتي، وكذلك مستمعي الأكارم في كل مكان. أنا أختتم هذه الحلقة مع تحيات زملائي في الهندسة الإذاعية والإخراج والإشراف العام فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا ولمن فاته الاستماع لنشرة الأخبار، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد فيها. تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وحكومة إقليم تيغراي بعد صدور تصريح صحفي من ديوان الفيدرالية الإثيوبي والمعروف باسم هاوس أوف فيدريشن باعتبار أن انتخابات إقليم تيغراي التي تجرى اليوم باطلة وغير دستورية، يتأزم الوضع بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد. الفيضانات تغرق مدينة طوكر الحدودية السودانية. تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا مؤلمة لمدينة طوكر شرقي السودان، وقد بدت عائمة في المياه من جراء فيضان خور بركة. وصلت أعداد الأسر العالقة إلى 5000 أسرة، وانهيار مئات المنازل عقب الارتفاع الكبير في مياه الخور الموسمية المنحدر من المرتفعات الإريترية نحو شرق السودان، ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة السوداني السودانية. مدرب المنتخب الإريتري يؤكد بأن المنتخب بحاجة ماسة إلى مباريات ودية دولية. في تصريح له لموقع اتحاد كرة القدم الإريتري على الشبكة العنكبوتية، قال السيد ألم سجد إفريم مدرب المنتخب الإريتري بأنه لا يمكن معالجة حالة الضعف التي يمر بها المنتخب الوطني دون إجراء مباريات دولية ودية مكثفة لاكتساب الخبرة وتعزيز الاحتكاك. هو أشار إلى أن حالة المنتخب تأثرت كثيرا بوقف النشاط الرياضي في البلاد بسبب وباء كورونا، وأكد بأن هناك حاجة ماسة لتكوين منتخب قوي ومتجانس ومزود بالخبرة الدولية اللازمة. ولم يشر المدرب إلى حالات الهروب المتكرر للاعبي المنتخب في المشاركات الدولية، حيث طلب 7 لاعبين حق اللجوء في أوغندا في أثناء مشاركة المنتخب الإريتري في بطولة سيكافا العام الماضي. ويعتبر تخلف المنتخب من المشاركات في المنافسات الدولية والإقليمية بسبب الخوف من هروب اللاعبين هو العامل الأول في ضعف المنتخبات الإريترية في مختلف الفئات العمرية.
كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرة برنامجنا، وأذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إيرنا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرنا.